احنا الدار والدلة عليه. فيديو للحظة وفاة الفنان السوري ماعد الحسان مع زوجته وطفله بحادث سير في تركيا، آخر ظهور له مبكي. فاجعة وفاة ماعد الحسان تهز سوريا، صدمة كبيرة لدى محبيه، وفيديو للحظة الحادث. يا صبري ساعدني على المكتوب، وينك يا صبري. توفي الفنان السوري ماعد الحسان مع أفراد عائلته إثر حادث سير أليم وقع على طريق كلس جنوب تركيا أدى إلى وفاة العائلة على الفور. ويعد الحسان أحد أشهر الفنانين في مناطق شمال شرقي سوريا، ويغني الألوان الفولكلورية والعراقية بشكل خاص، كما أنه اشتهر بمقطع فيديو يرثي فيه الضحايا السوريين الذين قضوا في تركيا وشمال سوريا بعد الزلزال المدمر في 6 شباط الماضي، وراح ضحيته أكثر من 50,000 قتيل ونحو 150,000 مصاب. ضحكت على طيبتي بحزان. وكان آخر ظهور للفنان السوري من خلال صورة نشرها على صفحته عبر إنستغرام، هنأ من خلالها جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك. وماعد الحسان هو مغني سوري من مدينة الرقة في منطقة الجزيرة السورية، حصل على شهادة في الموسيقى من معهد إعداد المدرسين في مدينة الرقة السورية، وتميز بصوته الجميل، وقام بتقديم العديد من الأغاني المميزة بلهجة أهل الجزيرة السورية، وحقق من خلالها شهرة ونجاحا كبيرين. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه للحظة وقوع الحادث الأليم الذي أودى بحياة الفنان السوري وعائلته، إلا أن لا تأكيد بأن الفيديو المنتشر هو للحادث عينه. كما انتشر فيديو آخر أفادت المصادر بأنه من مراسم الدفن، حيث حضر عدد كبير من جمهور الفنان للمشاركة. هذا الخبر الحزين شكل صدمة لدى الكثيرين، ونعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات حزينة، إذ جاء في بعض التعليقات: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا معد لا محزونون. بكل أسى وحزن تلقيت اليوم نبأ وفاة أخي وصديقي معد الحسان إثر حادث سير. كانت آخر محادثة بيننا طلب شراء كرسي عجزة والتبرع به لأحد محتاجيه من الفقراء، وتم شراؤه وتسليمه لامرأة مسنة عاجزة ليس لها معيل، جعلها الله في ميزان حسناته. باسمي وباسم إخوتي وأبناء عمومتنا نعزي أنفسنا ونعزي آل الحسان وأخونا لؤي الحسان وأخونا علي الحسان بفقيدنا وفقيدهم، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن إليه راجعون. رحمة الله عليك يا معد.